صراحه كيبقى البحر ديال الوالديه هو احسن بحر في المغرب صراحه، لا من ناحيه ديال النقاوه لا من ناحيه ديال البشر. عرفتي ما كاينش زعما ديك القضيه، ما كاين زعما العائلات، والعائلات كاين الاحترام، ماشي غادي يدير الشماكريه ولا شي حاجه ولا الشفره ولا الخطيب ولا شي بنادم كلشي نقي. شوف البحر كيدير، شوف والله دابا وسط فيه دابا واحد تقريبا 3 سوايع دابا صراحه دازت واعره ناضيه، عجباتني انا بزاف. المهم اي واحد يبغى يكري في هذه الفتره هذه ويخيم فيه، خيم الفتره ديال الشهر اللي خا ديال شهر 8 ولا في البدايه ديال الشهر 9 راه ناضي بلا ما نقول لكم شنو كاين صح، تجيو تكتشفوا كلشي براسكم. قلبي سمحان وحيد دابا حنا سالينا وغاديين دابا للدار. الدار اللي كاينه حنايا كلينا في هذه الفتره كلينا تقريبا ب 5000 ريال. دار كبيره مفرشه فيها اللي بغيتي كاينه، بوطه، ثلاجه، الشوف والمسخون، يعني اي حاجه بغيتيها في الدار كاينه ب 5000 ريال. راه كتجي شحال اللي كتجي شي اصدقاء ديالو سولتهم بشحال كذا، راه كراو ب 500 700 750، راه على حسب يمكن 750 هنا في هذه البلاصه. الصراحه يعني كتبقى مدينه زوينه، مدينه صغيره كتقدر يعني انت تتحكم في هذه المدينه، يعني الصغيره كتقدر كاين تمشي للمرافق قراب، بغيتي تمشي للبحر قريب، بغيتي تمشي تغدى قريب، بغيتي تمشي تتعشى قريب، بغيتي تمشي للجرده كاين فين تمشي. اسواق كاين واحد المعرض هنايا ديال بيع شراء يعني حتى هو مزيان تقدر تدور فيه، كاين اوطيلات، كاين بزاف ديال الحوايج اللي زوينه صراحه في المدينه، ماشي زعما يعني بحال شي حاجه، يعني تقدر تدور في الليل تخرج كتلقى الدنيا عامره، كتلقى فين تمشي تا وليداتك، ما كاينش زعما داك الاكتظاظ بزاف. يعني بنادم ثاني لقد يعني المدينه ما عامراش بزاف في هذه الفتره، يعني في البدايه ديال شهر 8 ولا في الوسط ديال شهر 8 راه كتكون المدينه عامره بزاف، يعني انت الا جيتي ما تقدرش يعني تتحكم فيها، يعني كتكون صعيبه عليك يعني باش تقابل، خاصك عندك دراري صغار ولا عندك شي حاجه دابا كتكون شويه صعيبه. اما الا كنتي ديال راسك ولا انت وصحابك ولا انت وصحاباتك يعني كتكون ديك الساعه مزيانه، يعني انت جيتي في البدايه ديال شهر 8 ولا في الوسط ديال شهر 8 كتكون الوقت يعني عادي، حيت انت وديال راسك ما كاين اللي غيبسطك، ما كاين شكون اللي غيشاطنك، ولا عندك الدراري ولا الوليدات الصغار ما تقدرش تجي في البدايه. او في هذا الوقيته اللي كنقول لك على دابا انا راه كتكون معتبره، كتخرج مع راساتك كتمشي الدور وقت خاويه زوينه، ما كاينش داك الاكتظاظ، يعني دابا كاين الناس اللي كيعرف يخيم، دابا حتى التخييم راه عنده فن، راه بحال دابا هاد الوقيته هادي يعني راه كتجي في هاد الفتره هادي كتخيم مع راسك، علاش عارف ان الكرا غيكون رخيص، البيع الشرا غيكون رخيص، يعني كلشي غيكون رخيص، ما غيكونش هذاك الغلا. وحتى ذو المريض اللي قلت لكم انت راه كاين واحد المريض هنا كبير زوين تبارك الله، وفيه ما يدار، فيه بزاف ديال الحوايج، يعني كتجي هنا كدور. انا كنت في هاد البلاصه هادي حدا هذاك الصناك اللي ملهي الصناك الزرق، كريت تما كريت ب 250 درهم، حيت انا مولين الدار جينا نريحو 10 ولا 5 ايام، لا عجبتني نقدر نزيد 6 ايام، انا بعدا ريزيرفيت على 5 ايام. شي كاين ورانا بيم، ورانا اسواق، كاين ورانا بزاف ديال الحوايج، كاين فين تمشي وفين تجي، يعني ماشي مدينه محدوده ولا شي حاجه، يعني انت على قاعد تطلع لك قدام شي حاجه تقدر تخرج ديفولها هنا احداك، ديفولا تخرج تريحها هنا، ديرها موينطه وتريحها هنا ومخيره. المهم يمكن يكون هذا هو نهايه الفيديو، باش ما كانش عاد نقدر ندير معكم هاد الفيديو اخر، نصور لكم الدار ولكم الدار كيفاش دايره من الداخل. يلا سلامة. هنايا جينا لمدينة الملاهي، مدينة الألعاب، دخلنا لها هنايا
تقريبا هي زوينه من ناحيه التنظيم وداكشي، هي زوينه الصراحه. هي فيها شويه ثمن زايد. تقريبا في اي حاجه كتبغي تركب كاينه 15 درهم البلاصه الواحد، 15 درهم 20 درهم. يعني بالنسبه عندك دراري بزاف يعني غتكون مكلفه بزاف. يعني كنديروا مثلا واحد الثمن رمزي بالنسبه للاطفال، مثلا 5 دراهم 10 دراهم، يعني غتكون شويه. بعد اي انسان جا تما يقدر كاين اللي عنده 4 الاولاد كايدير ليهم باغي يركب في هذه، باغي يركب في هذه، باغي يركب في هذه، يعني قاصحه شويه. المهم حنا جربنا تقريبا، جرب جوج العاب. جربت هذه نيت وجربت واحده اخرى تقريبا ديك اللي كتدور، هذيك هي. ولكن هذه واعر منها، هذه ركبت فيها انا بوحدي. هذه شويه كانت قاصحه صراحه، التجربه كانت زوينه. كنصح اي واحد مشى لمدينه الوليديه يزور هذا المكان. راه كاين تقريبا في جهه المحطه اللور شويه، حيت هي تقريبا مدينه صغيره، يعني ما معروفينش السميه ديال الدروبه ولا داكشي. الحاجه الزوينه ثاني في هذا المعرض يعني كاين يعني اكلات رخاص، كاين مثلا فين تريح، كاين مكاتب صغيره، كاين هذاك البائعين ديال الريكلام مثلا كلشي ب5 دراهم، او مثلا الحاجه كتلقاها زوينه يعني اللي غتستافد منها صراحه. يعني كاين تنظيم زوين. الله يخليكم مع اللقطات هذه اللي قلت لكم ركبت فيها انا ولا الدار، يعني كانت زوينه. الوالده مسكينه ما قدراش تركب معنا خليتها هي وولدي بقاو مريحين بعد شويه. يعني تجربه زوينه الصراحه. هادشي تقريبا كنا كنركبوا فيه في الصغر وكبرنا شويه، ولكن هاد البلاصه اللي مشيت لها انايا هنايا في الوالديه روعه الصراحه. شي قلت لكم اللي بغى يخيم في الصيف يمشي للوالديه، مدينه صغيره وزوينه ونقيه صراحه، وفيها العائلات ما مخلطاش، يعني مكاينش فيها شي حوايج اللي خايبه. يعني بالنسبه تخاف من الشفره ولا تخاف من السرقه ولا تخاف من شي حوايج اللي تعرضك للخطر. ايوا خليكم مع الفيديو غتشوفوا بزاف ديال الحوايج. هنا جينا لواحد الساحه ديال الاطفال، هنا خاصه الاطفال الصغار. جربنا ركبنا على دوك الطوموبيلات ديال الاضواء، حتى هما كانوا زوينين الصراحه. المهم كنصح اي واحد بغى يخيم في هذا الصيف يزور هذه المدينه، راه رائعه الصراحه. المهم اللي يكمل معنا الفيديو كنتمنى تشترك معنا في القناه وخلينا شي كومونتير زوين باش نتشجعوا حتى حنا ونديروا فيديوهات كثير. وهذا كان فلوق خفيف ظريف، يعني كاول تجربه لي في الفلوقات، وكنتمنى نلقاو واحد التفاعل كبير. والله يسهل على اي واحد، وبيس لكم الخوت.